طيب اللي هيمشوا بقى من نادي الزمالك برغبه من اسوريو نفسه، هل في ناس؟ في ناس هتمشي. تعال اقول لك مين اللي هيمشوا واللي اسوريو ابلغ بيهم. كابتن عبد الواحد السيد. بص يا باشا اهو، اللي هو مش عايزهم خلاص يكونوا موجودين معاه في الموسم الجديد. محمود شبانه بيع لنادي سموحه، حمدي علاء دول اللي مشوا اعاره لنادي سموحه، محمد خضري اعاره، احمد محمود اعاره لسيراميكا كليوباترا، نديم اعاره مؤجله لحين حسم ملف التعاقد مع حارس مرمى اذا تم حل ازمه القيد، محمد نديم الحارس الثالث او الرابع. وفي حاله رفع ايقاف القيد عن الزمالك فهناك رغبه من اسوريو في رحيل الثنائي سامسون اكينيولا وعبد الله جمعه. ده اللي الراجل بيفكر فيه باختصار شديد. طيب الدنيا هتمشي ازاي؟ هو الراجل مرتب نفسه ولا الراجل بالمناسبه اسوريو قاعد موجود في مصر ما مشيش ومستني ان هو يكون في اداره جديده علشان يعرف يتفق معاهم على باقي مستحقاته. اعتقد ان هو اخد شهرين وفاضل له شهر، لو انا فاكر صح. عمرو برضو فكرني، هو اخد بالظبط كده، هو اخد شهرين مستحقات، ده كويس جدا، فاضل له شهر بس، فمقدور عليها ان شاء الله باذن الله. يعني ما هياش كارثيه الحته دي تحديدا، يعني كل الناس بيبقى ليها شهر واتنين، دي عاديه مش صعبه ان شاء الله باذن الله تتدبر يعني. طيب هو ناوي يفكر ازاي؟ تعالوا نعرض لكم المعسكر هيبقى عامل ازاي. 4 سبتمبر ان شاء الله باذن الله هيكون الانتظام في بدايه فتره الاعداد بالتدريب على ملعب النادي على فترتين. 4 سبتمبر الانتظام في معسكر مغلق بالقاهره، والاقرب هيبقى في اكتوبر. الزمالك بيحب يبقى موجود جنبنا هنا في اكتوبر. اسوريو قرر خوض 22 وحده تدريبيه قبل اي مباراه وديه، خوض مباراتين وديتين في ختام المعسكر المغلق. دي قصه كلها باختصار فيما يتعلق بالزمالك.